صينية بطاطس بالفراخ بطعم مختلف هتبقى ادمان بالنسبة لك، مش هتبطلي تعمليها وريحتها كده بتجيب اخر العمارة. تعالي اقولك عملتها ازاي. معايا بصلاية كبيرة متقطعة جوانح، هضيف عليها 3 فصوص توم مفرومين، معلقة صلصة كبيرة، والتتبيلة بقى الخطيرة بتاعت المشويات من ويلز. عايزة اقول لكم بتنقل صينية البطاطس في حتة تانية خالص. هضيف الكيس كله، وهضيف عليه طماطمية مبشورة وملح وفلفل اسود وفصين حبهان مطحونين ونص معلقة بابريكا وربع معلقة قرفة. وهدعك بقى التوابل دي مع بعض كويس قوي. عايزة البصل كده ينزل المية اللي فيه، واضيف عليه بقى شوية زيت واقلبهم برضو كويس كده. ومعايا الفراخ مغسولة كويس ومتصفية، بس الاول هاخد معلقتين من التتبيلة وهقولك هعمل بيهم ايه بعدين. زي ما قلتلك الفراخ لازم تبقى متصفية كويس قوي من المية اللي فيها، وبعمل فيها فتحات كده من تحت الجلد، وابدأ اتبل بقى تحت الجلد كويس كده ومن ورا، واحاول ادخل كده في الفتحات. هكمل بقى كل الكمية على كده. معايا البطاطس مغسولة كويس ومتقطعة حلقات، هضيف عليها فلفل رومي متقطع حلقات، تقدروا تضيفوا كمان فلفل حامي. وهضيف بقى التتبيلة اللي انا كنت شايلاها على جنب، واقلب بقى البطاطس كويس قوي، وهرص عليها الفراخ. عايزة اقول لكم الريحة خطيرة من قبل ما تستوي. هاخدها بقى على البوتاجاز على النار من فوق كده، وهضيف عليها كوباية مية، وهغطيها واسيبها كده 10 دقايق لما تغلي كده كويس قوي. في الوقت ده انا بكون فاتحة الفرن، بدخلها بقى على الشبكة، بتقعد تقريبا حوالي ساعة عشان الفراخ تستوي وتاخد اللون الخطير ده. عملت جنبها رز بالشعرية، وعايزة اقول لكم البطاطس دايبة وريحتها خطيرة. يلا مستنية ايه؟ قومي اعمليها على الفطار النهاردة. ولو عجبكم الفيديو ما تنسونيش باللايك وبدعواتكم الجميلة.